لا طيب، انا معايا السيد اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز التعبئه والاحصاء. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا كل سنه بحضرتك وحضرتك طيب يا فندم. وانتم جميعا بخير. سياده اللواء ابو بكر، النهارده التصريح بتاع حضرتك قدام لجنه الدفاع والامن القومي وان احنا 91 مليون وان احنا 8 مرات اكتر من كوريا و5 مرات من الصين في معدل الزياده يعني. ده ايوه، كلام مهم جدا 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 وخطير جدا جدا جدا. يا ريت سيادتك يعني تلقي الضوء على الارقام وايه اللي يعني ايه اللي المفروض يتعمل، ولا ايه الحكايه، او احنا رايحين على فين يعني. الحقيقه انا النهارده يعني قدمت جزيل شكري للجنه الدفاع والامن القومي في مجلس النواب، لان الحقيقه اللجنه موضوع الامن القومي اللي احنا فيه ده هو موضوع امن قومي حقيقي. ان احنا عمالين بنزيد زيادات بمعدلات لا نحتملها، معدلات لا نحتملها، فالزياده دي كلها بتروح في اتجاه الناس المهمشين والناس اللي خصائصهم متدنيه. يعني انت عمال تزود مواطنين عبء عليك، مفيش انتاج، مفيش منهم انتاج، بل بالعكس هم عندك عبء على المجتمع. اللي قلته النهارده في اللجنه ان السكان هم اهم مورد لاي دوله، والدول تتمنى ان هي يكون عندها عدد السكان اللي موجود عندنا، بس انهي دول؟ الدول اللي عندها قدره على ان يكون عندها موارد تحسن خصائص هؤلاء السكان، هم يبقوا منتجين، هم يبقوا بيضيفوا للدوله، واذا ما كانش يتوفر لهم فرص عمل داخل الدوله يتصدروا، هم يجيبوا دخل للبلد وتحويلات بقيمه الاعمال المهمه اللي هيروحوا يعملوها، مش اعمال متدنيه في ان هم ما اتعلموش وصحتهم ما فيش خدمات صحيه كافيه، ولما يخشوا مدارس التعليم ما هواش مظبوط، وبعدين يتخرجوا ما يلاقوش فرص عمل، يتجوزوا ما يلاقوش سكن، وهكذا. فالنهارده انا اللافت في دعوه اللجنه هي الحقيقه عشان تتعرف على الابعاد والبيانات بتاعت المشكله السكانيه اللي عندنا، لان المشكله السكانيه كل المهتمين بيها يعرفوا ان هي لها 3 ابعاد: بعد النمو وكلهم سلبيين، يعني اي سكان لهم 3 حاجات مهمين. ال3 حاجات اللي هم هقولهم لحضرتك كلهم سلبيين عندنا. معدل نمو اعلى من المعدلات، وحضرتك تكرمت وتفضلت وقلت 8 مرات قد كوريا، 5 مرات قد الصين، وهكذا. معدل النمو يعني احنا عندنا نزيد، طبعا احنا عايزين ولازم نزيد، بس لازم نزيد بالمعدل اللي زي الدول الناميه اللي زينا 1.5%، مش 2.5% او 2.4. ادي معدل النمو، ده اول حاجه. ثاني حاجه انتشار السكان على رقعه الارض، احنا بنعيش على 7.7 من رقعه الارض اللي عندنا، وبقيه الارض غير مستغله. الموضوع الثالث خصائص السكان. خصائص السكان في معظم السكان اللي هم مهمشين، السكان اللي النسبه كبيره جدا منهم عندهم بطاله وعندهم اميه وعندهم فقر. فكل ده لان يا استاذ ابراهيم الدنيا كلها متعارفه، علشان تحافظ على مستوى معيشه مجتمع لازم نمو الاقتصادي يبقى قد نمو السكاني على الاقل 3 مرات. احنا بعد الثوره كان عندنا سنين نمو الاقتصادي بتاعنا كان 1.8، واحنا سكان 2.5. تخيل بقى حضرتك لما ال 2.5 دول المفروض عشان تحافظوا على مستوى معيشتهم عايز نمو 7.5 و8، انت كنت بتنمو ب1.8، معناها ايه؟ هي دي كارثه بعينها. الدكتور ماجد عثمان صديقنا العزيز واستاذنا بيقول ان ده انتحار جماعي، يعني احنا في المجتمع بينتحر جماعيا، ان هو مش واعي. واهم نقطه قلتها النهارده في اللجنه ان انت لما يكون لا قدر الله عندك فيروس، اول حاجه عشان تتعالج انك تعرف انك عندك فيروس. المجتمع لغايه امبارح كان فيه عناوين في بعض الجرايد: هم السكان نعمه ولا نقمه؟ لا، احنا في اللحظه الزمنيه دي مؤكد السكان نقمه، مؤكد السكان نقمه محنه، مؤكد السكان وضع سلبي للغايه. لن يمكن اي مشروعات هتعملها واي تنميه هتحصل، هذه الزيادات الفظيعه في عدد السكان لن تشعر المجتمع بفوائد هذه المشروعات الكبيره المحترمه اللي بتتنفذ. عايزين نشعر بعوائدها. فلابد السهل ايه دلوقتي في اللحظه الزمنيه اللي احنا فيها؟ قدامك حلين: اما تنمو 8%، تدوس على زرار تنمو 8%. احنا كنا في سنوات الثوره اللي بعد الثوره 4 5 سنين اكبر مره كنا 2%. احنا السنه اللي فاتت بقينا 4، بس لسه بدري عشان نبقى 7 و8. انت النهارده مش في ايدك تبقى 7 و8، لكن في ايدك توعي الناس وتقول للناس بلاش ال 2.4 نمو،
خليكم زي الدوله الناميه 1.5. النمو ده عايز نمو سكاني. كلنا نعرف ان عندنا فيروس عشان نروح للعلاج، علشان العلاج يجيب نتيجته، ان كلنا نعرف ان في اللحظه الزمنيه دي ان شاء الله لما يبقى النمو 8 و9 كده احنا هنشجع الناس انهم يجيبوا سكان. ليه؟ لان عندنا موارد نصرف عليهم نخلي خصائصهم مرتفعه. اللي مش هيلاقي فرصه عمل في بلده يتصدر ويجيب لنا دخل قومي ويجيب لنا تحويلات من الخارج تساعد اقتصادنا وتساعد البلد. ده محور الكلام كله اللي دار في اللجنه النهارده. طيب سياده اللواء ابو بكر، يعني احنا دلوقتي النمو الاقتصادي عشان نقدر نعيش يبقى 8، وده صعب نوصل له الا بعد جهد كبير جدا. النمو واستثمارات واستثمارات وقت واستثمارات. النمو السكاني 2 و4 دلوقتي، ده اللي هو الزياده السكانيه، ده خطير جدا ولازم ينزل على الاقل 1% او 1.4% على الاقل. طيب هل هنالك خطه يا فندم عند الجهاز، عند جهاز التعبئه والاحصاء خطه؟ لان انا برضو يعني احنا بقالنا سنه دلوقتي بنتكلم، عندما اطلق الرئيس يعني اعطى الاشاره يا جماعه عايزين نجدد الخطاب الديني، وانا في مره فتحت هذا الموضوع، ويعني هو الحقيقه لابد بقى من مواجهه ولابد من مصارحه، واصل كتر الخشة زي ما بيقولوا يجلب الفقر. فالنهارده ما في، لانه لا يوجد في الدين، لا يوجد في الدين لا في القرآن ولا في السنة ما يؤكد ولا يثبت ولا يعمل أي حاجة إنك أنت خلف. لأن ربنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال أباهي بكم الأمم، أنا هأباهي الأمم بأجيال قوية متعلمة بدنيا صحيحة، مش هزيلة وجهلة وأمية. فهم النهارده إخواننا برضو، ما هو يعني هل المسألة هتبقى بس هنعتمد على فكرة الجامع والكنيسة؟ هل نعتمد على الخطاب الديني، ولا ممكن أن تكون هناك في يعني حاجات مقيدة إن أنا خلاص الطفل الأول والثاني وبعد كده أنت مالكش حاجة عندي بقى؟ الحقيقة يا أستاذ إبراهيم اللي حضرتك بتتكلم فيه ودور الجهاز دوره هو دور اللي احنا بنعمله ده، اللي احنا بنقول إن البيانات أهي آدي خصائص المشكلة كده، دور الجهاز انتهى. لكن دولة فيها أجهزة أخرى بقى هي اللي مسؤولة. عندنا المجلس القومي للسكان، وعندنا هذا المجلس، وأيام ما كانت موجودة وزارة السكان والدكتورة المحترمة الدكتورة هالة يوسف اللي كانت الوزيرة في أكتوبر 2014 تحت رعاية السيد الرئيس أطلقت استراتيجية السكان 15-30 في 14 أكتوبر 2014. الاستراتيجية محطوطة ومحطوط دور كل جهة في الدولة، منها الموضوع بتاع الخطاب الديني ووزارة الأوقاف والأزهر، وإيه دورهم في إن هم يعرفوا الناس إن مش الواحد يجي برزقه، لا لازم ربنا قالها اعقلها وتوكل. فاللي حضرتك اتكلمت عليه ده جزء من الاستراتيجية. وزارة التعليم عندها دور في الاستراتيجية، ازاي تعلم الأولاد في سن معينة القضايا الصحة الإنجابية والقضايا اللي متعلقة بهذا الموضوع ونوعي الشباب، ازاي نواجه ظاهرة الزواج المبكر، ازاي ان احنا يكون عندنا نغير اتجاهات الناس في ان هم يتبنوا اسرة كبيرة. كل ده في الاستراتيجية، وده قلته النهارده في اللجنة يا استاذ ابراهيم. الاستراتيجية واضحة جدا ودور كل واحدة في الدولة موجود. انا طلبت من السادة النواب النهارده ان هم الجزء الرقابي اللي عندهم ان هم يتابعوا مع اجهزة الدولة المعنية اللي متحدد لكل واحد دور في الاستراتيجية، مدى قيام كل جهة بالدور المنوط بيها. كل جهة عندها دور انها تقوم بيه، علشان الفيروس اولا لازم، وانا بشكر حضرتك اديتني الفرصة دي عشان نعرف ان احنا عندنا فيروس اسمه نمو سكاني مرتفع، وكلنا نعرف ان دي في اللحظة دي حاجة سلبية ما هياش حاجة ايجابية. كتير جدا يقول لك شوفوا الصين، ده الصين 1.4 عايشين. الصين زي ما قلت لحضرتك خمس النمو عندنا، هم بينموا ب 58% واحنا بننمو ب 2.5%، يعني خمس اللي عندنا. فالنمو هناك غير النمو. اي دولة حققت طفرة في مستويات معيشتها ونقلت شعبها من مكان لمكان اخر قفلت على موضوع السكان. كوريا عملت كده، الصين عملت كده. فاحنا الحوافز اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، احنا مجتمعنا ما يحتملش حوافز سلبيه. يعني الدول دي عملت ايه؟ قالت بالامر الاسره عندها واحد والثاني ما عرفوش، دوله مالهاش دعوه بيه. مش هنقدر نعمل كده عندنا. لكن النهارده برضو اللي طلبته من الساده النواب ان احنا نفكر في حوافز ايجابيه. مثلا تشريع يقول ان الاسره اللي هتحتفظ باولادها هم الناس الفقراء اللي هم اكثر انجابا،
ده قانون في الدنيا كله، كل ما الناس افتقرت اكتر تخلف اكتر، لانه بيعتبروا اولادهم دخل. فانت تقول الاسره اللي هتسيب اولادها في التعليم لغايه الطفل الثالث مثلا، او زي ما الساده النواب يشوفوا او زي ما نشوف، هندي لكل واحد في الشهر كذا، وبنخلي اسرته ما تطلعوش يشتغل، ويدنوا في المدرسه، ويبقى متعلم، ويطلع هو يشتغل شغلانه احسن من اللي كانت اسرته هتشغله وهو عنده 4 5 سنين، يبقى متعلم، ويبقى يجيب دخل اكتر، ويطلع اسرته من دايره الفقر. الموضوع ده برضه مرتبط ارتباط كبير جدا بالتنميه. كل ما نميت وكل ما رفعت مستويات المعيشه، على طول الناس تجيب اولاد اقل، هيروحوا في منطقه ثانيه وبيجيبوا اولاد اقل، وانت في الاخر اللي كسبان. طيب سياده اللواء ابو بكر، استاذن حضرتك، لان احنا يعني ان احنا يعني فرصه بقى ان حضرتك تشرفنا في حلقه، لان احنا محتاجين بقى الثلاث ارقام ال 2.4 دولت يتفصصوا. عايزين بقى نعرف كل مرحله سنيه قد ايه، والخطوره هنا ايه، ويتعمل ايه. فاحنا يعني لو ممكن الاسبوع ده سيادتك تدينا وقتك كده، هيكون شيء رائع يعني، هننبسط جدا من هذا الموضوع. يا استاذ ابراهيم، انت مش واخد بالك احنا كنا زملاء في نفس التوقيت. انا الصوره اللي وراك دي انا فاكرها كويس قوي، كنت بشوفك كنت حاطط الدبورتين تركب معانا الاتوبيسات. فاحنا يسعدني ان انا يعني اتواجد مع حضرتك في اي وقت باذن الله. قبل سياده اللواء ابو بكر ده قومندان قوات خاصه يا جماعه، مظلات يعني، مش اي حاجه. ولغايه دلوقتي لما بسلم عليه انا بقعد اسبوع، طبعا بيفرق، هو حريص اللواء ابو بكر انه يسلم وهو ويفرق يعني الفرقه بتاع، انا فاهم يعني. فطبعا بقعد بعديها اقول له طيب ماشي يا فندم، خلاص هنعمل ايه طيب. ربنا يديك الصحه والعافيه يا فندم، وان شاء الله يعني نلتقي بحضرتك لمزيد عايزين ناخد المعلومات دي بقى عشان نحطها على الشاشه، لان يمكن تكون دي بدايه الحمله، لان الاعلام له دور، تكون بدايه الحمله عشان الناس تعرف.